السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم جينا نهضروا على واحد الموضوع اللي فعلا شاغل بال بزاف ديال المغاربة، وهو سوق العقار. واش بصح كاين ركود؟ واش الأثمنة غادي يهبطوا في 2025 أو حتى في بداية 2026؟ واش هاد الوقت هو الأنسب باش نشري ولا خاصني نتسنى؟ هاد الأسئلة وغيرها غادي نجاوبوا عليها إن شاء الله بالتفصيل في هاد الفيديو اللي خاصكم تتابعوه حتى الأخير دقيقة باش تفهموا الصورة كاملة وما تطيحوش في الغلط. وكما العادة، إلا عجبكم الموضوع ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الناس اللي كيهتموا به، حيت الدعم ديالكم هو اللي كيشجعنا باش نستمروا ونجيبوا لكم معلومات صحيحة وموثوقة. يلا على بركة الله نبداو. واش بصح كاين ركود في سوق العقار المغربي؟ كتوصلنا بزاف ديال الأخبار والتقارير اللي كيهضروا على الركود في سوق العقار في المغرب في 2025، وحتى تقارير بنك المغرب كتقول أن كاين انخفاض في عدد المعاملات. ولكن واش هاد الشي معناه أن السوق واقف نهائياً؟ الجواب لا، ماشي بالضرورة. خاصنا نفهموا أن السوق العقار فيه دورات موسمية، يعني كيكون فيه طلوع وهبوط على مدار العام. مثلاً في الربع الرابع من 2024 ممكن تلقى ارتفاع كبير في المعاملات، لكن في الربع الثالث تقدر تلقى انخفاض، وهذا الشيء عادي وما كيعنيش ركود دائم. باش نحكموا بصح واش كاين ركود، خاصنا نشوفوا المعطيات على مدى طويل ونقارنوها مع السنوات اللي فاتت، ماشي غير نشوفوا شهر ولا جوج ونحكموا. الطلوع والهبوط موسمي ماشي دائم، زائد الإقبال على الجديد. الطلوع والهبوط أمر طبيعي، ولكن اللي تبدل هو رغبة الناس. المغاربة دابا ما بقاوش كيميلوا العقارات القديمة وبداو كيتجهوا أكثر للعقارات الجديدة اللي فيها تشطيبات عصرية، مصاعد، مساحات مدروسة وتصاميم كتواكب الحياة اليومية. هاد الإقبال الكبير على جديد خلى بزاف ديال الناس يشريو في البلان، يعني المشروع مازال ما تسالى. وهنا كيكون الإشكال، هاد المعاملات ما كتظهرش في إحصائيات المحافظات العقارية، وبالتالي التقارير اللي كتهضر على الانخفاض ما كتحتسبهاش، وهذا كيقدر يعطي صورة ناقصة على السوق. مشاكل التوثيق والمحافظة العقارية. واحد السبب اللي كيساهم في تباطؤ المعاملات هو المشاكل الإدارية. بزاف ديال الناس كيتشكاو من البلوكاج والتأخير في المنصة الخاصة بالتوثيق، وهذا كيعطل عمليات البيع والشراء. بالإضافة لهذا الشيء كاين مشكل ديال الإبراء الضريبي اللي حتى هو كيطول الإجراءات. هاد العراقيل كتخلي المعاملات تبان قليلة في الأرقام، لكن الحقيقة أن الطلب ماشي ناقص، غير الإجراءات هي اللي كتبطأ. الركود حسب نوع العقار. ماشي جميع أنواع العقار كتعيش نفس الوضع. مثلا العقارات القديمة بزاف اللي ما فيهاش مصعد والواجهات ديالها مضرة واللي ما كتوفرش الراحة اللي كيبغيها الجيل الجديد، هاد النوع فيه طلب ضعيف. العقارات السياحية المخصصة للكراء اليومي حتى هي كتعيش أزمة، بزاف ديال الشقق ولاو فارغين، الضرائب والمراقبات زادوا، والسياح بداو كيتشكاو من ضعف الجودة وارتفاع الأثمان، وهذا كيأثر سلبيا على سمعة السياحة. مقارنة مع مصر. رغم أن عدد السياح اللي كيزوروا المغرب كتر من مصر، إلا أن مصر كتدخل مداخل أكبر من السياحة. علاش؟ لأن عندهم تنظيم محكم، السائح كيعرف فين يسكن، فين ياكل وشنو يدير، كل شي مخطط ومدروس. أما في المغرب السائح مرات كيجي وما كيعرفش حتى فين يمشي، وكيتصدم من الأثمان العالية مقابل جودة ضعيفة، وهذا كيخلي بزاف منهم ما يرجعوش، وبالتالي كيأثر على الاستثمار في العقارات السياحية. المدن الاقتصادية مقابل المدن السياحية. المدن الاقتصادية الكبيرة بحال الدار البيضاء، رباط، طنجة وحتى أكادير فيها نشاط اقتصادي مستمر، وهذا كيخلي الطلب على العقار السكني والتجاري والمهني يبقى ثابت. أما المدن اللي كتركز فقط على السياحة، ملي كيطيح النشاط السياحي كيهبط الطلب وتنقص الأثمان. هنا خاص الدولة تنظم قطاع الكراء السياحي باش ما يتأثرش السوق بزاف. الخلاصة، سوق العقار المغربي ماشي في حالة ركود شامل، لكن كاين تغييرات كبيرة في سلوك المستهلك والمستثمر. اللي باغي يشري في أواخر 2025 أو بداية 2026 خاصو يحدد النوع اللي كيناسبه ويتأكد من الجودة ويحسب تكاليف التوثيق والمحافظة ويعرف واش هدفه السكن أو الاستثمار.